كأس الملك سليمان في دور المجموعات بين الاتحاد السعودي والترجي التونسي. المباراة رح تلتعب بين الفريقين في تمام الساعة 10 مساء يوم الخميس 27 يعني اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية. وعم يسعى نادي الاتحاد السعودي وصيف النسخة السابقة لتحقيق الانتصار الأول مستفيدا من الأرض والجمهور، بما أنه المباراة رح تلعب والبطولة كلها رح تلعب في المملكة العربية السعودية، بينما يسعى نادي الترجي التونسي للحفاظ على إنجازه التاريخي بصفته الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال العرب. المجموعة الأولى بتضم نادي الاتحاد السعودي ونادي الترجي التونسي ونادي الصفاقسي التونسي ونادي الشرطة العراقي اللي بضم نجمنا السوري محمود المواس. طبعا المجموعة بتنقسم لقسمين، القسم الأقوى واللي هو بضم نادي الاتحاد السعودي ونادي الترجي التونسي، مع احترامنا لنادي الصفاقسي التونسي ونادي الشرطة العراقي بما أنهم أقل مستوى من الأندية الأولى المذكورة. شارك نادي الاتحاد السعودي في 10 نسخ من دوري أبطال العرب وحقق نسخة وحيدة في عام 2005، بينما حل وصيف في 3 نسخ آخرهم النسخة الماضية. بينما نادي الترجي التونسي اللي حقق 3 ألقاب من دوري أبطال العرب، اللقب الأول إجا في عام 1993 بعد ما فاز بالنهائي على المحرق البحريني بنتيجة 3-0، واللقب الثاني إجا بعد 16 عام وتحديدا في عام 2009 بعد ما تغلب على نادي الوداد البيضاوي المغربي. طبعا المباراة رح تنقل على القنوات الرياضية السعودية المشفرة الأولى والخامسة، الأولى بتعليق الكبير رؤوف خليف والثاني بتعليق الكبير فهد العتيل. فخبرني بقسم التعليقات انت على اي معلق بتحب تتفرج. وطبعا المباراة رح تقام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. لهون بكون وصلت لنهاية الحلقة، اكتبوا لي توقعاتكم في قسم التعليقات، مين بتتوقعوا يربح المباراة؟ نادي الاتحاد السعودي اللي بضم كريم بنزيما واللي بضم نجولو كانتي، ام نادي الترجي التونسي اللي عم يسعى لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه؟ يا ريت تكتبوا لي بقسم التعليقات. وهلا ما بقول لكم غير، اذا مالك مشترك بالقناه يا ريت تشترك، واذا ما حطيت لايك على هالحلقه يا ريت تحط لايك. سلام.